مضرب بيسبول في وش ولد عنده 16 سنة، عظم الوش اتحطم والأنف اتهشم والدماغ انتفخت لدرجة إنه ما قدرش يحرك أي حاجة بجسمه. دخل غيبوبة، ولما صحي بعد أيام ما كانش بيقدر يعمل أبسط فعل، مش بيمشي ولا بيقرأ ولا حتى يقدر يحرك كوباية من مكانها. بس الولد ده بدل ما ينهار عمل حاجة واحدة صغيرة أوي وتافهة أوي، بس محدش ياخد باله منها. الولد ده اسمه جيمس كلير، وأول حاجة عملها أول ما قام هو قعد عدل على السرير. تاني يوم مشي خطوتين، تالت يوم مشي 3، بعد شهر بدأ يمشي في الممر، بعد سنة بدأ يتمرن، بعد سنتين رجع لفريق الجامعة تاني. مش لأنه أقوى من غيره، لأ، لأنه بدأ بأصغر حاجة ممكنة وعملها كل يوم. وده اللي قدر يحوله بعد 15 سنة لمعادلة قدرت تغير حياة الملايين. والمعادلة دي ضد كل اللي انت بتسمعه عن التحفيز وقوة الإرادة. جيمس كلير اكتشف حاجة بسيطة جدا، هو إنك لو اتحسنت بنسبة 1% بس كل يوم هتبقى أفضل في نهاية السنة بنسبة 365%، يعني 37 ضعف. بس اللي كده محدش بيقول، لو بقيت أوحش بنسبة 1% كل يوم هيتبقى لك 3% بس، يعني هتبقى أوحش بنسبة 3% عن السنة اللي قبليها. يعني نفس النظام اللي ممكن يبنيك ممكن يهدك وانت مش واخد بالك. والفرق بين الاتنين مش قرار كبير، ده فرق عادة صغيرة بتعملها كل يوم. بس مش هنا المشكلة الحقيقية، المشكلة اللي بتخلي 90% من الناس تبطل قبل ما تشوف النتيجة. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بتحبه وفعلا عايز يتغير بجد.